بس ببدأ ريكوردينج سريعا كده عشان احنا دايما بيبقى معانا ناس جديدة. فبحب سريعا اتكلم كده على السيشنز دي، اصلا ايه الهدف منها، يعني ليه بنعملها، ويعني في العموم كده الخطة بتاعتها بتبقى عاملة ازاي. انا عارف ان انا زهقتكم بالموضوع ده، بس عشان عندنا كذا حد جديد فدايما بحب اشرح الموضوع في الاول يعني. بالنسبة للسيشنز بتاعت يوم التلات دي، الفكرة منها ان احنا نبتدي نطبق. انا كتير قوي بكلمكم على فكرة ازاي اصلا نتعلم، وانا بحس ان احسن طريقة ممكن تتعلم بيها هي طريقة بتتقسم على مرحلتين. المرحلة الاولى وهي مرحلة ان انا بعمل توتوريال او كورس، زي الكورس بتاعنا 18 ساعة او اي كورس بلندر او اي توتوريال في العموم. ومن خلال الكورس او توتوريال دي بنطلع ناتج، بنطلع برودكت. مثلا لو بنتكلم على كورس 18 ساعة بنطلع الأربع مشاريع، بنطلع environment، بنطلع product، بنطلع physics، اللي هي البارتيكلز اللي حوالين التليفون، بنطلع stylized animation. نفس الموضوع بالنسبة للكورس التاني اللي هو blend interior animation. بعد لما بنخلص المرحلة دي اللي هي التوتوريال، هي اللي بتطلع لي product، بنقلب الموضوع بيبقى بيتشقلب. ببدأ ببرودكت، ومن البرودكت بيطلع لي أسئلة بتخليني أروح للتوتوريال. فعشان كده بنعمل التحديات اللي احنا بنعملها كل فترة. احنا في التحدي الخامس دلوقتي، تحدي اللي هو ده الديزاين بريف، عايزين نطلع منه حاجة، يلا نشتغل. اللي بيحصل بالظبط ان انا كل اسبوع باجي واتكلم على ازاي ممكن نحقق حاجة زي كده. الاسبوع ده النهارده هنتكلم على ريجنج في العموم وازاي نتعلم ريجنج. الاسبوع اللي جاي هنبتدي نطبق حاجة من اولها لاخرها كروبوت، بس النهارده هنتكلم على ثيوري ونتكلم على ازاي ممكن نتعلم ريجنج. وكل اسبوع بيبقى فيه طبعا يعني مجال ان اي حد يسأل اي حاجة في العموم. معظم الحاجات دي بتبقى حاجات ادفانسد شوية، فانا بنصح الناس تيجي تتفرج كده كده. بس لو حد لسه في اول الكورس انا بنصح ان، يعني انا دايما بحب اتفرج على حاجات حتى لو انا لسه ما وصلتش الليفل بتاعها. فبس الناس اللي عايزه تشارك انا بنصح ان انت تبقى خلصت على الاقل نص الكورس كده قبل ما تبتدي تشارك معانا في الاساينمنتس يعني. طبعا احنا النهارده هيبقى طول اليوم انا اللي بشرح، مش هيبقى بنريفيو اساينمنتس. بتهيألي معظم الناس لسه ما بدأتش. بس الأسبوع اللي جاي إن شاء الله هتبقى الحصة متقسمة نصها إن أنا بشرح، ونصها إن إحنا بنشوف البروجرس بتاع الناس في التشالنج ده. فده بالنسبة ليوم التلات. برضو يوم التلات موجود عشان في أسئلة في العموم، مش لازم على الأسايمنت أو التحدي اللي إحنا بنعمله. بالنسبة للناس اللي ما حضرتش معانا قبل كده وعايزة تشوف طيب الحاجات دي فين لو ما حضرناهاش، في الديسكورد جروب لو رحنا على اناونسمنتس هتلاقي ان في كذا جوجل درايف. هنلاقي ان بصوا هنا فين اهي السيشن. انا دايما بكتب الحاجات اللي جنبها سيشن امبارح. لما بنخش بنلاقي ان في ديسكورد جروب فيها assignment 1 assignment 2 assignment 3 assignment 4، والنهارده هيبقى في assignment 5 ان شاء الله. وهنزل ريكوردنج بتاعه. كل assignment من دول كان حوالي 2 سيشنز لحد ما وصلنا للاساينمنت الثالث او الرابع متهيألي، وبقت من الثالث بقت 3 سيشنز. ليه؟ عشان كل تحدي من دول بيقعد 3 اسابيع. احنا دلوقتي في الاسبوع الاول، احنا هنا دلوقتي الاسبوع ده الحتة دي بسيبكم يعني من الاخر تجربوا مع نفسكم وتشوفوا الدنيا تبقى ماشيه ازاي. انا دايما بحب الناس تجرب وتتفاعل هي مع بلندر قبل ما نبتدي نشرح. وبعد كده بنشرح اللي هو ده اليوم النهارده. اليوم ده اللي هو التلات اللي جاي هنشرح حاجات اكتر، ونبتدي نشوف المايلستون او البروجرس اللي انتوا عملتوه هيبقى عباره عن ايه. فكل تحدي بيبقى حوالي 3 اسابيع. بعد كده التحديات هتبقى حاجات يعني complicated اكتر يعني، فما هتحتاج وقت اكبر وهتحتاج ان احنا يبقى في تيمز. فان شاء الله النهارده هنبتدي نشرح ريجنج، نشرح الفكره من ريجنج، ونتكلم اكتر على ازاي ممكن نريج اي حاجه. يعني الموضوع مش يعني مش لحاجه واحده، لا نتكلم على ريجنج في العموم. فتعالوا نخش كده على بلندر ونشوف اصلا يعني ايه الفكره من ورا ريجنج. انا عايز اقفل دي واتاكد بس ان انتوا سامعيني. انتوا تمام، حلو قوي. اوكي يلا بينا. طيب بالنسبه للريجنج، دايما الناس بتسالني انا ليه اصلا ارج. الرج الفكره منه ان انا اقدر ابوز، او ان انا يعني ابوزنج معناها ان انا اوقف مثلا حاجه في بوزيشن معين، مش مجرد ان هي واقفه كده وخلاص، او ان انا انيميت الحاجه. طب ليه ارج؟ خصوصا ان احنا لما كنا بنتكلم في الكورس بتاعنا احنا عملنا انيميشن في البروجكت الثاني والبروجكت الرابع من غير اي نوع من انواع الريجنج. طب انا ليه ارج؟ يعني انا ممكن، انا هديليت دول دلوقتي انا مش محتاجهم. لو انا عندي المربع ده مثلا، والمربع ده انا عملت له سكيلينج كده،
ورحت جايب مربع تاني شيفت دي كده مثلا، وخليت ان المربع ده بيرنتد للمربع ده مثلا اهو، ده بيرنتد لده، كنترول بي. فلو انا عملت روتيت للمربع ده، ما ده كمان هيتحرك معاه. فانا يعني خلاص، ما انا ممكن اقعد ان انا اقعد انيميت الحاجات بالشكل ده. او احسن كمان واحسن، انا ليه ما اعملش ان انا الامتي، ودي حاجه اتكلمنا فيها قبل كده، ان الامتي هو الحاجه اللي بتانيميت. يعني ايه؟ يعني انا اروح على كل مثلا حته من دول، الحته اللي انا عايز اعمل منها انيميشن، انا بس هشيل كل بيرنتنج دلوقتي، الت بي كلير اند كيب ترانسفورميشن لو انا عايز اشيل البيرنتنج بنظافه، وهبيرنت المربع ده للامتي ده، كنترول بي، وبيرنت الاوبجكت. فلما روتيت الامتي هيعمل لي كده، وهبيرنت الامتي ده للمربع ده، وهبيرنت المربع ده للامتي ده. فانا دلوقتي اقدر ان انا بكل سهوله ان انا اروتيت ده. لو انا دوست على في روتيشن هنا على اي، ورحت قدام شويه عملت روتيشن كده اي، ورحت رايح لحد 100 رجعت الروتيشن كده ورحت دايس اي، هيعمل لي المنظر ده. واقدر كمان ان انا اجيب الامتي ده واعمل نفس الحاجه اي، واروح هنا واعمل روتيت اي، واكرر الموضوع ده زي ما انا عايز. طب انا ليه ارج؟ يعني كل ده من غير رج، كل ده بامتيز عادي. طب انا ليه ارج؟ الفكره من الرج ان هو بيديلي تحكم اكبر بكتير جدا من مجرد ان انا بيرنت حاجه لحاجه. اقدر من خلال الرج ان انا بحته اوبجكت واحد بس اتحكم بدراع كامل او حتى اوبجكت كامل. فده اللي احنا هنتعلم ازاي نعمله دلوقتي. ايوه اتفضل. في حد رفع ايده؟ اه ده الاسيستنت، سوري سوري، ما سيبكم. اوكي. طيب احنا ايه الريج اصلا، وازاي يعني نتعامل معاه، وازاي نبدا نعمل اي ريج اصلا؟ انا لو دوست شيفت ايه ورحت على حاجه اسمها ارمتشر، هيطلع لي فيه حاجه اسمها سنجل بون. انا هدوس على السنجل بون دي وهيجي لي المنظر الغريب ده. انا ما بحبش اشتغل بالجريد اللي ورا دي، فانا دايما بقوم اقفلها، بقفل الجريد كده عشان بيبقى عندي المنظر ده. طب ايه اللي انا شايفه قدامي ده؟ بكل بساطه دي البيلدينج بلوك او اساس اي ريج انا هبنيه، اللي هي البون الواحده. والبون الواحده لما نيجي نفكر فيها، الاساس بتاعها هي الحته دي اللي هي هتتحرك من خلالها. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو جبت المنطقه دي وعايز احركها، اخلي مثلا بون بيرنتد لبون، فانا غالبا محتاج اكسترود البون ده في دايركشن. طب لو عملت اكسترود من انهي دايركشن وعلى اساس ايه؟ معظم الوقت انا باكسترود من الدايركشن اللي هو عامل كده، مش اللي عامل كده. ليه؟ انا دلوقتي لو مسكت النقطه دي وعملت اكسترود لفوق، اللي لطيف دلوقتي ان انا لو دخلت على بوز مود اللي هو هنخشه كتير وهنشرحه دلوقتي، وعملت روتيت لدي، دي اوتوماتيكلي بيرنتد ليها. بس لو انا روتيتد دي لوحدها. فدي الحته اللي هي يعني بالمنظر ده هي الاساس، هي اللي هيبدا منها ولحد ما ترفع كده ونعمل اكسترود من الحته دي، فهيبقى دي بيرنتد لدي. فدايما الاستراكشر معظم الوقت يعني 90 80% بيبقى بالمنظر ده، ما بيبقاش العكس. انا ما باجيش هنا واعمل اكسترود، هنا هيعمل لي ريزلت غريبه شويه ان انا لما اجي اروتيت ده او اروتيت ده كل واحد لوحده. ودي حاجه بنستخدمها احيانا، بس التانية بتبقى افيد بكتير وهنستخدمها معظم الوقت عن الشكل التاني. طيب هو انا لما اجي اروتيت اصلا او استخدم البوز، هل انا بعمل زي العادي ان انا باجي مثلا في اوبجكت مود زي ما انا يعني بجيب مثلا مربع واقول له اتحرك من هنا لهنا؟ انا بعمل كده في اوبجكت مود. هل انا بعمل نفس الحاجه للريج؟ لا. هل بعملها في edit مود؟ لا، بعملها في حاجه خاصه مش موجوده لاي مش، اسمها pose مود. pose مود دي بكل بساطه هي ان انا اقدر احرك البون دي واديلها تعليمات ان هي تبتدي تانيميت حسب ما انا عايز. لو انا جيت مثلا هنا وعملت بوز ومسكت البون دي وقلت له روتيت، بص هو بيروتيت منين؟ بيروتيت من النقطه دي، وقلت له روتيت فهيعمل لي المنظر ده. بنلاحظ حاجه غريبه قوي، ان انا لو انا جبت مش عاديه، اي مش المربع ده، وقلت له روتيت، احنا بصوا الحته دي كده الروتيشن قاعد بيتغير اهو، قاعد بيتغير. ده ما بيحصلش ليه هنا؟ لو انا دخلت بوز مود وقعدت روتيت ما بيتغيرش، مهما عملت مش هيتغير. اعذر انا عملت دوبليكيت بالغلط. خش اديت مود واديت، انا عايز بس دي. لما اتحرك في بوز مود ما بيعملش كده، ده بيفضل زي ما هو. طب ليه؟
عشان بوز مود ليها منيو مختلفة اقدر انيميت منها. لو انا جيت هنا هتلاقي ان لما اجي روتيت اهي ابتدت تتغير. فمن خلال المنيو دي اللي هي دي منيو معمولة للاوبجكت، دي منيو معمولة للبوز، معمولة للريج. فانا لو جيت هنا مثلا وانا واقف على الروتيشن دوست اي وطلعت قدام شوية، رحت دايس مثلا روتيت كده، رحت دايس اي رايح لحد 100 مثلا، روتيت الناحية التانية ودايس اي، فدلوقتي الاوبجكت ده بقى روتيتد زي ما انا عايز. والغريبة ان هنا الروتيشن مش قاعد بيتغير، مش بيتغير خالص. طبعا انا ممكن اروتيت كده لو انا عايز، بس يستحسن لما انا بستخدم يعني ريج ان انا دايما يعني انيميت من خلال بوز، ومن خلال المنيو دي اللي شبه العظمه دي، هي بون يبقى اتحركها من هنا على طول. طيب نبتدي نشوف ازاي ممكن اكسترود حاجات من البون دي واستخدمها بطرق مختلفه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لما اجي احرك البون دي محتاج ان انا استخدم اكسترود اهي. عملت اكسترود اقدر ان انا اكرر العمليه دي زي ما انا عايز، فعمل لي المنظر ده. والمنظر ده اللي لطيف فيه ان انا اقدر انيميت كل واحد فيهم لوحده زي ما احنا شايفين في اي دايركشن انا عايزه، واقدر احركهم زي ما انا عايز. طب هل لما اجي اديت معناها ان انا مثلا عندي اوبجكت مثلا بالشكل ده، مثلا الاوبجكت بتاعي حلزوني كده، حاجه مثلا عامله كده، هل اغير في بوز مود ولا اديت مود؟ لا، دايما نغير ونشتغل على كل حاجه في اديت مود. لما نيجي نبتدي نانيميت ونحرك نستخدم بوز مود. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو انا في حد فتح يا جماعه بتاع في وشوشه بس. لو انا مثلا عندي اوبجكت كده مثلا، وعملت اكسترود مثلا كده وروتيت، اكسترود وروتيت، اكسترود وروتيت، وعايز ان انا الاوبجكت ده اعمل له ريج مثلا، فهل هبدا الاول طبعا بان انا اعمل سنجل بون واخلي البون كده، يعني بيواجهنا اول تحدي هو انا ازاي اتحكم بالبون لو انا مش شايفها. يعني البون لازم تبقى في قلب الاوبجكت بس انا مش عارف اتحكم بيها. فاعمل ايه؟ محتاج ان انا اجي هنا اختار البون نفسها، اجي هنا اروح على فيو بوينت ديسبلاي اخليها ان فرونت، عشان تبقى مهما بصيت لها من اي دايركشن حتى لو هي جوه الاوبجكت نفسه انا شايفها على طول. عشان وانا شغال على البون لازم تبقى جوه الاوبجكت. فاللي بعمله دلوقتي لو انا مثلا عايز اعمل بون بشكل الاوبجكت ده، اللي انا محتاج اعمله ان انا اعمل اكسترود اكسترود اكسترود. ما اعملش الاتي، ما اعملش ان انا اقوم عامل مثلا اكسترود 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 واخش بوز مود واقعد اغير فيهم حته حته. كده انا بوظت الدنيا خالص. انا محتاج ان انا اخلص في اديت مود الريج بتاعي، ولما اجي انيميت احرك بوز مود، يعني اخلص على طول في ايه؟ في اوبجكت مود. طيب نبتدي نشوف ايه التطبيق بتاع ان انا مثلا عندي شكل زي كده. انا هحط كل ده على جنب دلوقتي، وتعالوا نشوف لو انا مثلا انا عايز اشيل الفلور كده. تعالوا نشوف مثلا لو انا عندي مثلا المربع ده، هسكيل المربع ده بس شويه. عندي مربع بالمنظر ده، والمربع ده انا عايز اخليه يبقى يقعد يبند بطرق مختلفه. عايز مثلا ان هو يعني يخش يمين يخش شمال وهكذا، كانه هو حاجه شبه السلينكي كده. اول حاجه محتاج اعملها لما اجي اريج اي حاجه ان انا ادي جيومتري كفايه ان الاوبجكت يبتدي يتني زي ما انا عايز. ما ينفعش ان انا ابص الاوبجكت زي كده ما فيهوش اي مثلا لوبس في النص وابتدي اقول له انا عايزك تبقى تخش مثلا كانك بتاخد كيرف كده. مستحيل، مش هيفهم اصلا. فاول حاجه محتاج ان انا اعمل كنترول ار وازود عدد اللوبس شويه، يبقى عندي حاجه بالمنظر ده. تاني حاجه شيفت ايه، اروح على ارمتشر سنجل بون، وطبعا لو انا عايز اشوفها محتاج اجي هنا واخليها ان فرونت عشان دايما اشوفها. روتيت 90 درجه، وهرجع الاوبجكت لحد هنا مثلا، وابتدي اكسترود حسب ما انا عايز في كام لوب. انا مثلا هطلع الاوبجكت مثلا قدام شويه، انا هحركه عادي بجي، بعد كده اكسترود اكسترود اكسترود، مثلا عندي حاجه بالمنظر ده كده. انا دلوقتي من غير ما اعمل اي بيرنتنج كل واحده من دول بيرنتد للي قبلها. يعني انا دلوقتي لما اخش بوز مود واحرك دي اهي، دول بيرنتد ليه، حرك دي ده بيرنتد ليه، حرك كل ده بيرنتد ليه. فبقى عندي حاجه زي كده. طب يحصل ايه لو انا عايز يعني اخلي اوبجكت زي كده يعني بيرنتد على طول للريج دي، او ياخد الريج دي واقدر اشتغل بيها؟
اعمل ايه؟ اول حاجه محتاج اعملها ان انا اتاكد ان الاوبجكت ده معمول له ابلاي للسكيل، فهاجي هنا كنترول ايه ابلاي للسكيل، همسك الريج برضو ابلاي للسكيل، همسك الاوبجكت وانا دايس شيفت اختار الريج، كنترول بي، وهنزل تحت كده هيجي لي اوبشنز تانية. احنا معظم الوقت لما نعمل كنترول بي بيجي لي set parent to object object keep transform object dot inverse، ما بيجيليش كل الكلام ده. فاحنا هنستخدم حاجه اسمها automatic weights، وهدوس عليها مفيش اي حاجه تتغير. بس اللي بيتغير هتلاقي بقى حاجه، هتلاقي ان انا لو مسكت الريج دلوقتي رحت على pose mode ومسكت مثلا الحته دي وعملت روتيت، بصوا المربع بيتني مع الريج في اي دايركشن انا عايزه زي ما احنا شايفين. وكل طبعا ما ازود عدد اللوبس اللي في النص كل ما هو هيرسبوند احسن واحسن. طبعا لما تبقى زياده قوي دي مش حاجه كويسه، حاجه بين البنين يعني. فيبقى عندي حاجه بالمنظر ده. طب هو ايه اللي حصل بالظبط؟ يعني احنا خلاص ده جميل شفناه، عايزين نفهم ايه اللي حصل اصلا. اللي حصل هو الاتي. انا عايزنا قبل ما نخش في اللي حصل بالظبط نرجع لفكره، دي حاجه اتكلمت فيها في الموديفايرز في الكورس، فكره ان انا لما يبقى عندي اي موديفاير زي مثلا البافل موديفاير، دي حاجه متهيألي بديهيه جدا. البافل موديفاير، البافل موديفاير لو انا عايز امسك ايدج معين فيه واقول للايدج ده انا عايزك انت الوحيد اللي يبقى متطبق عليك البافل، انا عايز مثلا ان كل البافل ده انا مش عايزه، انا عايز الايدج ده بس هو اللي عليه بافل، بعمل ايه؟ بخش هنا في فيرتكس جروب وبعمل فيرتكس جروب. ايه فيرتكس جروب دي؟ الفكره منها ان انا اقدر بكل سهوله اختار عدد من الادجز او عدد من الفيسز في اي اوبجكت، وان انا اضمه في جروب واسمي الجروب ده الاسم اللي انا عايزه. فانا هاجي هنا مثلا اقوم مختار الادج ده في اديت مود، وانا واقف على الفيرتكس جروب الجديد ده هدوس اساين وهسميه ايدج بافل. الاسم مش مهم، انا بسميه عشان بس افتكر. وهروح على البافل وهنا هختار فيرتكس جروب، وهنا في الفيرتكس جروب هختار الادج بافل. اللي بيحصل بالظبط ان بصوا اخترت الادج ده بس في البافل عشان انا اخترت الفيرتكس جروب اللي هي مختاره الادج ده. لو انا كترت عدد السيجمنتس كترت الاماونت هيعمل لي المنظر ده، وده بالظبط اللي انا عايز اعمله. هو في حد بيحاول يخش؟ انا سمعت صوت، لا مفيش، اوكي هايل. فهيعمل لي المنظر ده. فاللي حصل هنا ان انا اخترت جزء معين من الاوبجكت وخلاني اقدر اطبق عليه حاجه بسيطه. لو جيت هنا على فيرتكس جروب ودي بقى نركز فيها جدا، لو رحت على حاجه اسمها ويت بينت، بصوا اللي انا شايفه ويت بينت دي اللي هي لو حد قبل كده اكيد شفتوها سواء على السوشيال ميديا او في حاجه علميه، فكره اللي هي التمبريتشر، فكره هي ملهاش علاقه طبعا بالتمبريتشر هنا، بس من الاخر كل ما الاوبجكت يبقى لونه احمر قوي معناها ان هو متاثر جدا بالفيرتكس جروب دي، وكل ما الاوبجكت يبقى ازرق معناه ان هو مش متاثر خالص بالفيرتكس جروب. فدلوقتي الفيرتكس جروب دي احنا قلنا الادج ده، والادج ده هو اللي محطوط عليه المنظر ده زي ما احنا شايفين، فهو دي الحته الوحيده اللي معمول عليها الشكل بتاع البافل. لو انا عملت فيرتكس جروب جديده بصوا عشان انا ما حطيتش لسه فيها اي حاجه فهي مختار يعني مش مختار حاجه اصلا فيها. ولو جيت هنا مثلا على الادج ده ورحت دايس اساين واروح على ويت بينت هتلاقي بصوا اختار دي ودي، فاقدر ان انا اتلاعب بيها في اي وقت واطبقها على اي موديفاير انا بشتغل عليه. طب انا ليه بتكلم في الكلام ده واحنا اصلا بنتكلم في ريج؟ الريج نفس الحاجه بالظبط. لو انا دوست على الاوبجكت ده هتلاقي ان في 4 فيرتكس جروب، كل فيرتكس جروب هو واحد من البونز دي، بون دي، البون دي، والبون دي، والبون دي، بون العاديه، بون 1، بون 2، بون 3، واقدر اسميهم في اي وقت لو انا عايز. لو انا دخلت هنا على ويت بينت واخترت كل بون منهم بصوا هيديلي، هو البون دي متحكمه لحد هنا، فبصوا لحد هنا اهو، لحد هنا، لحد هنا، لحد هنا، فاعمل لي المنظر ده. فقدرت من خلال الويت بينت ان انا اوتوماتيكلي اريج حاجه زي كده وبسهوله اهي زي ما احنا شايفين. اقدر طبعا ان انا في اي وقت اشيل او احط الويت او اشيل الادجز زي ما انا عايز، دي حاجه بتاعتي. اعمل كده ازاي؟ قول ان انا مثلا البون اللي هي او مثلا او 3 دي، اللي هي دلوقتي لو انا دخلت على يعني فيرتكس جروب في اديت مود ودوست سيلكت هيختار لي الجزء ده.
اللي هي بيتحكم فيه. طب هو ليه اختار لي كل ده وهي البون بتخلص هنا اصلا؟ عشان البون او الاوتوماتيك ويت بيعمل اللي هي الحته دي مثلا اخده انفلونس 70% والحته دي مثلا اخده 30%، اللي هي قدر اقل، فبرضه بيسلكت. فاقدر ان انا ممكن امسك مثلا كل الجزء ده واروح على البون واقول له ريموف كل الادجز دي من البون. فقبل ما اعمل ريموف بصوا اللي بيحصل. لو انا وقفت على البون دي عملت روتيت بتعمل كده. طب لما بعمل ريموف امسك شويه دول واعمل ريموف وحركت البون، سوري عملت ريندر واعمل روتيت، ولا اي حاجه بتحصل. ليه؟ عشان انا شلتها من البون. حتى لما اجي اخش دلوقتي على الاوبجكت ده جوه الفيرتكس جروب في ويت بينت ازرق تماما، هعمل كنترول زد واخش على ويت بينت هتلاقيها موجوده. فهي دي الفكره من ان انا ابيرنت اي اوبجكت للايه الريج بتاعتي. طيب لو انا عندي اوبجكت مش مربوط ببعضه زي ده، عندي مثلا يعني كذا حاجات في بعض، يعني زي ايه؟ انا هخلي دي على جنب دلوقتي. عندي مثلا المربع ده، وعندي مربع تاني مثلا عامل كده، وعندي مربع تالت مثلا عامل كده اهو، 3 حاجات دول. فاعمل اريج حاجه زي كده ازاي؟ اول حاجه محتاج اعملها ان انا ابتدي اشوف هو هيروتيت من انهي نقط، ايه النقط اللي هو هيروتيت فيها. يعني هو هيبتدي يروتيت من الحته دي الحته الاساسيه اللي انا عايزه يروتيت منها. فانا اول بون هتبدا من هنا، فانا هعمل شيفت ايه سنجل بون، وطبعا اروتيت على طول 90 degrees. طبعا انا لسه مش شايف البون، فانا محتاج اجي هنا واعمل ان فرونت، فهيعمل لي المنظر ده. طيب هل البون دي كبيره كفايه ان هي تحرك الشكل؟ لا، انا ممكن اقوم مطلعها قدام شويه مثلا لحد بدايه الاوبجكت ده هنا كده، يبقى مثلا حاجه زي كده. طيب الحركه التانية هتبقى فين؟ لحد هنا مثلا، فانا هعمل اكسترود واوصلها لحد هنا مثلا. ممكن اوصلها لابعد سنه لحد بدايه الاوبجكت التاني، وبعد كده اكسترود مره كمان. فدلوقتي الاوبجكت الاساسي حتى مع انه اصغر واحد هو البيرنت، هو الاساسي. لما اجي اعمل له روتيت ده هيتعمل له روتيت، ولما اجي روتيت ده هيعمل روتيت. طب ازاي بقى بيرنت كل واحد من دول من غير ما اعملها اوتوماتيكلي؟ انا عايز اعملها مانيولي، ان انا امسك كل جزء منهم واديه للبون بتاعته. اول حاجه محتاج ان انا اسمي البونز، ابتدي افهم ازاي اسمي. فهسمي ازاي؟ انا ممكن امسك مثلا البون دي واسميها مثلا مين بون، هاجي هنا في العظمه واسميها مين بون، هروح هنا على البون دي اسميها سكند بون، واخر بون هسميها ثيرد بون. واللي لطيف كمان في ان انا يعني اقدر ان انا استخدمه جوه الشكل زي كده، ان انا اقدر اشوف الاسامي بتاعت البونز قدامي هنا. فهاجي هنا، راحت فين؟ سوري، هنا فيو ديسبلاي وادوس على نيمز، فهيبين لي بصوا اسامي كل البونز، عشان لو عندي بونز كتيره جدا ما اقعدش رايح جاي البون دي كان اسمها ايه، البون دي كان اسمها ايه، لا انا شايفها على طول. فانا لو عندي اوبجكت زي كده، اول حاجه محتاج اعملها ان انا اميرج كل الاوبجكت مع بعضه، حتى لو هم قطع مختلفه هميرج كل الاوبجكت. ودي حاجه غريبه بالنسبه لاي حد متعلم انيميشن بالطريقه التقليديه اللي احنا نروتيت كده وروتيت كده وروتيت كده وده بيرنتد لده. لا، انا هجوين كل حاجه مع بعض. فانا همسك ده همسك ده همسك ده واقوم اعمل لهم كنترول جي اخليهم جويند مع بعض. بعد كده هقوم ماسك الشكل ده اللي هو الشكل الاساسي، هقوم اعمل ايه بقى؟ مختاره، وبعد كده مختار البون كنترول بي زي ما عملنا المره اللي فاتت، بس بدل ما نعمل اوتوماتيك ويتس احنا هنعمل حاجه اسمها with empty groups. with empty groups دي بكل بساطه هو بس هيعمل لي ان في الفيرتكس جروب دي 3، واحده مين بون، واحده سكند بون، واحده ثيرد بون. كانه بيقول لي انا حامله لك اسامي الفيرتكس جروب بدل ما تقعد تملاها بنفسك، وانت بعد كده قرر بقى انت تعمل بيهم ايه. يعني هي فيرتكس جروبس فاضيه. فانا هعمل دي وبعد كده دي كنترول بي with empty groups. فاحنا قلنا هيعمل ايه؟ ان هو هيملى لي 3 فيرتكس جروب، 1 2 3. هروح هنا 1 2 3 مين بون، سكند بون، ثيرد بون. بس اللي بيحصل دلوقتي ان انا لو عملت روتيت لكل واحده من البونز دي ولا اي حاجه هتحصل. محتاج ان انا اساين كل جزء من دول للبون بتاعته. يعني ايه؟ يعني انا محتاج اجي هنا همسك الاوبجكت ده، والاوبجكت ده بما انه مش متوصل بالاوبجكت ده، فانا لو دوست ال وانا واقف عليه هيختار كل حاجه متوصله بيها.
وهروح على البون اللي هو واقف عليها، اللي هي انهي بون؟ اسمها ثيرد بون. فانا هدوس على الثيرد بون وبعد كده هدوس assign. بصوا قبل ما ادوس assign شكل الاوبجكت عامل ازاي في ويت بينت؟ ازرق تماما. ولو حركت البون نفسها مفيش اي حاجه بتحصل. طيب لو انا جيت هنا مسكت الاوبجكت ده ورحت عامل assign لثيرد بون ومسكت البون دي، رحت على pose mode وابتديت احرك البون، هيتحرك معايا اهو. ولو دخلت على ويت بينت بصوا تماما 100% لونها احمر عشان ده تحكم كامل في البون. هعمل نفس الحاجه بالنسبه للاوبجكتس التانية. هدوس على ده، ادوس ال واروح على اسم البون سكند بون، هدوس على سكند بون اساين. فلو مسكت البون دي وعملت روتيت هيروتيت المربع ده معاها، وده اقدر ان انا اعمل له روتيت كده، وده اقدر ان انا اعمل له روتيت كده. طيب نفس الحاجه بالنسبه للمين بودي، همسك المين بودي كده ادوس ال، اروح على مين بون ادوس اساين. فدلوقتي لو عملت روتيت لده هيروتيت ده، ده هيروتيت ده، وده هيروتيت ده، فهيبقى عندي حاجه بالمنظر ده زي ما احنا شايفين. طيب كل ده حاجة بديهية شوية. أنا لو أنا عايز أعمل حاجة يعني معقدة أكتر شوية بعمل إيه؟ يعني أنا لو عايز مثلا أعمل حاجة فيها حاجات مش متوصلة ببعض أصلا. يعني مثلا قول إن أنا عندي بداية روبوت، حاجة مثلا عاملة زي كده. عندي مثلا أدي وشه، أدي جسمه، مثلا أعمل كده، ودي إيده مثلا شيفت دي، وهنا هعمل له رجلين عبيطة كده، وشيفت دي يبقى عندي حاجة مثلا بالمنظر ده. وهجيب كل دول شيفت دي اعملهم الناحية التانية، يبقى مثلا حاجة بالمنظر ده. طيب لو انا عايز اعمل مثلا رجل حاجة زي كده، انا بعمل ايه؟ ايه اللي انا بعمله عشان اعمل حاجة زي كده؟ اول حاجة محتاج ان انا افكر هو ايه انسب مكان ممكن ابدا بيه. انا لما اجي احرك مثلا جسمي انا ببتدي يعني ايه اللي ممكن اكتر حاجة بتحرك جسمي؟ لو انا حركت مثلا من بطني كده وعملت روتيت لنفسي، ايديا تتحرك معايا. فانا السنتر بتاعي او السنتر بتاع معظم بني ادمين بتبقى من منطقه البطن، من المنطقه دي. فانا ممكن ابدا من هنا. لو انا جيت هنا عملت ايه؟ ارمتشر سنجل بون وطلعت الارمتشر ده لفوق، طبعا عشان اشوفه محتاج ان انا اقوم اعمل ايه؟ اجي هنا سوري هنا واعمله ان فرونت، فهيعمل لي حاجه بالمنظر ده. هطلع لحد فوق خالص عشان هي المنطقه دي كلها بتروتيت مع نفسها. بعد كده هعمل مثلا ايه؟ وشه، هيعمل لي حاجه زي كده. وبعد كده عايز ابتدي اعمل الكتف والايدين. هل اقوم عامل كده؟ لا، محتاج اعمل حاجه تانية، محتاج افكر بطريقه مختلفه شويه. فاللي انا هعمله ان انا هجيب البون دي شيفت دي وهروتيت حسب الدايركشن بتاع الكتف. فانا دلوقتي الكتف بتاع الشخص ده بادئ منين؟ بادئ من هنا. احنا بدايه الجسم كان فين؟ بدايته كان هنا. فالكوره دي بالشكل ده بادئ من هنا. فانا ما ينفعش اقوم عامل كده عشان البدايه هنا والنهايه هنا. فلما اجي اعمل اكسترود هعمل اكسترود من هنا، مش هعمل اكسترود من هنا. فانا هروتيت الشكل ده 180 درجه عشان يعمل لي حاجه بالمنظر ده هنا كده اهي زي ما احنا شايفين. بعد كده هقوم ماسك الاوبجكت ده منزله لحد تحت، وبعد كده اكسترود شويه كمان عشان يعمل لي حاجه بالمنظر ده. نفس الحاجه بالظبط، اكسترود كده هنا وبعد كده اكسترود لتحت عشان يعمل لي حاجه بالمنظر ده. في حاجه احيانا بتحصل ان الاوبجكت بيبقى رولد شويه كده، فاللي انا محتاج اعمله ان انا امسك بس دول، وممكن اخلي الرول زيرو هنا، اخليه زيرو عشان ما يبقاش روتيتد سنه كده. هو مش هيضايقكوا قوي بس يستحسن ان احنا نخليه مظبوط عشان لو في حاجات معقده اكتر شويه ممكن يعني تصعب علينا لما اجي ايه ريج. وهعمله حاجه بالمنظر ده. وهقوم ماسك الريج واعملها الناحيه التانيه برضه نفس الحاجه، شيفت دي نيجاتيف 1 واخليها هنا كده. طيب المشكله دلوقتي هو ان انا لما اجي اروتيت ده دول مش بيروتيت معايا. يعني دول بيروتيت مع نفسهم اهو اهو، بس ده مش بيتحكم في ده، يعني مش بيتحكم في الحته دي. فاعمل كده ازاي؟ محتاج ان انا اخش اديت مود تاني، همسك النقطه دي اللي هي بدايه الدراع، بعد كده امسك مثلا الرقبه
كنترول بي وكيب اوفست. سوري انا محتاج بس اختار ده وبعد كده ده، اختار ده كله كنترول بي وكيب اوفست كده. معلش بس الدراع كله، سوري كنترول بي وكيب اوفست، لازم تختار الدراع كله مش بس الراس، وبعد كده كنترول بي كيب اوفست. ليه كيب اوفست؟ لو انا عملت كونكتد هو هيربط البتاع بيه على طول كانه مربوط بيه. لو انا عملت كنترول بي كيب اوفست هو هيربطه بيه بس هيسيب المسافه بينهم كانه مش مربوط بس بيرنتد ليه. فدلوقتي لما اجي اعمل كده هيروتيت معاه زي ما احنا شايفين. وهعمل نفس الحاجه بالنسبه للناحيه الثانيه، همسك دي وبعد كده دي كنترول بي كيب اوفست، همسك دي لدي كنترول بي كيب اوفست، بس هخلي دي للحته دي كنترول بي وكيب اوفست، ودي لدي كنترول بي كيب اوفست. هيبقى عندي حاجه بالمنظر ده. فدلوقتي لما اجي اروتيت الشكل ده هيعمل لي كده وده هيعمل لي كده. اقدر ان انا اروتيت ده كل ده، اروتيت ده كده، اروتيت ده كده، وبرده الرقبه تتحرك لوحدها. فهيبقى عندي حاجه بالمنظر ده. احنا طبعا لسه ما ربطناش ده بالاوبجكت نفسه، فانا محتاج اربطه بالاوبجكت نفسه قبل ما ابتدي احركه. فانا هعمل كده ازاي؟ انا طبعا اول حاجه محتاج اعملها ان انا امسك كل دول، كل الفيسز دي، قصدي كل الكيوبز دي، واعمل لها ميرج كنترول جي يبقوا اوبجكت واحد. وبعد كده وانا دايس شيفت اختار البونز كنترول بي with empty groups. وبعد كده هبتدي اسمي كل واحد من دول. هوريكم المره الجايه ازاي ممكن نعمل حاجات سيمتريكال على طول عشان ما نضطرش نسمي شمال ويمين. بس المره دي انا عايز الناس تمشي ايديها شويه في فكره ان انا اسميه واتعب شويه في التسميه. فهبتدي اسمي كل واحده فيهم. هاجي هنا اسميها نك، هنا هسميه تورسو، شولدر ار، شولدر ال سوري عشان ده الشمال، ارم ال، شولدر ار، شولدر ار سوري ارم ار، واجي هنا ليج او دي خليها ثاي ال، ليج ال، ثاي ار، وليج ار. فدلوقتي لما اجي ابين كل الاسامي بتاعت الحاجات دي هتبقى كلها قدامي بالمنظر ده زي ما انا شايف. لو انا مسكت الاوبجكت ده هتلاقي ان كل الفيرتكس جروب موجوده اهي، كلهم موجودين هنا. ولو انا ابتديت انا حتى هعملها من الاول عشان بس نبقى لو انا مسكت الاوبجكت ده وبعد كده مسكت الشكل اللي هو الريك كنترول بي with empty groups هيبين لي كل واحده من دول موجوده هنا، واقدر ان انا استخدمها حته حته. يستحسن ان انا ابتدي يعني احسن الطريقه اللي انا عامل بيها الاشكال دي. يعني ايه؟ يعني امسك النك اخليها فوق خالص، بعدها التورسو، بعدها شولدر ال، وبعد كده شولدر ار، بعد كده ارم ال مثلا، بعد كده ارم ار كده مثلا. همسك مثلا ثاي اخلي ثاي ثاي، بعد كده ليج ليج بالترتيب عشان ما اتعبش بعد كده. وهمسك بقى كل جزء منهم. همسك مثلا الشكل ده دايس ال، ادوس على النك اساين، همسك الشكل ده ادوس ال على التورسو اساين، همسك الشولدر ال اساين، همسك الارم ال اروح على ارم ال اساين، شولدر ال همسكه اهو، شولدر ار، شولدر ار اساين، ارم ار هنزل على ارم ار اساين، همسك الحته دي ادوس ال روح على ثاي ال اساين، وهكذا. هقعد اعمل كده لحد ما كلهم يتملوا خالص. فيبقى عندي حاجه بالمنظر ده. لو انا ابتديت انيميت الشكل ده او احركه زي ما انا عايز اقدر ان انا اعمل كده في اي وقت. لو انا بصوا حصل معايا عشان انا غالبا في حاجه ما ظبطتهاش اهي، ليج ال، فليج ال هروح لها وادوس سيلكت، انا ما عملتهاش، فانا محتاج ادوس على ليج ال كده وامسك الاوبجكت ده وادوس اساين. فدلوقتي لما اجي احركها اهي اشتغلت على طول. فيبقى عندي حاجه بالمنظر ده، واقدر ان انا انيميت في اي وقت. طب كل ده جميل وكل حاجه، بس برضو انا مش فاهم ليه اختار ريجنج على ان انا اعمل امتيز. لسه مش فاهم يعني ممكن لسه المعلومه يعني مش كفايه. هل ده كفايه ان انا استخدم ريجنج على ان انا استخدم بتاع لحد دلوقتي؟ يعني بس في حاجه زياده على الريج بتخلي الموضوع احسن واحسن واحسن كتير.
والحاجه دي هي ان انا اقدر اتحكم بشكل كبير بمجرد ان انا امسك حته واحده منه. تعالوا نبتدي نشوف لو حد فينا مثلا، وده الاوبجكت مثلا اللي انا يعني هبتدي ابنيه في الحصه اللي جايه، ان انا مثلا عندي روبوت، يعني الاساينمنت بتاعنا حاجات روبوتك، فعندي روبوت في حاجه شبه العنكبوت. الروبوت مثلا عامل حاجه زي كده، مثلا هو عامل مثلا، او ممكن اخلي مثلا في النص دايره عشان يبقى شكله مختلف شويه. عندي مثلا شكل بالمنظر ده، وعندي العنكبوت ده مثلا في الحته اللي فوق دي مثلا هدوس بي عشان اخليها لوحدها طالعه لفوق سنه مثلا، عايز يطلع منها حاجه، فانا ممكن اجيب مثلا سيلندر اطلعها لفوق واخليها كده. فانا دايما قبل ما ابدا الرج بتخيل الشكل هيتحرك ازاي. يعني انا دلوقتي عايز ان الحته اللي فوق دي تقوم اخده السلندر والاتنين طالعين لفوق مثلا بالمنظر ده مثلا. فانا خلاص انا تخيلت الشكل وبنيته، هسيبه دلوقتي. وعايز كمان ان انا يبقى عندي زي مربع كده. المربع ده هيبقى وش الشكل مثلا، والمربع ده كأن فيه مثلا حاجة زي المدفع، فانا هعمل هنا اكسترود وهجيب مربع تاني، وتخيل ان في مثلا مدفع في وش ايه الشكل. المدفع مثلا شكله عامل كده، والمدفع ده بيطلع من ايه، بيقعد يعمل كده مثلا كأنه يعني بيضرب رصاص يعني. فهيبقى مثلا موجود هنا. وبعد كده هبتدي ابني رجل العنكبوت. انا عايز ان ده يبقى شكل مثلا ده الجسم الاساسي، وفي مثلا عدد من الرجلين موجودين فيه. فانا هعمل حاجه بسيطه جدا دلوقتي. انا في الاول بحب ان انا اعمل بلوك اوت بسيط، فهقوم جايب مثلا سيلندر، هروتيت السيلندر مثلا تبقى كده. عندي حاجه بالمنظر ده مثلا كده. وبعد كده مثلا شيفت دي كده، وهروتيت سنه عشان تبقى كده. اقعد اظبط الرجلين زي ما انا عايز. انا عايزها مثلا تبقى 3 رجلين، تبقى مثلا حاجه كده. وبعد كده شيفت دي تبقى مثلا حاجه كده. عندي حاجه مثلا بالمنظر ده. مش عايزها تبقى حاجه معقده خالص، انا عايزها تبقى حاجه بس بالشكل ده اهي. وهعملها كذا مره، اعملها مثلا واحده كده، شيفت دي واحده كمان كده، شيفت دي واحده كمان كده. فعندي ال3 رجلين مثلا من الجنب ده، شيفت دي الناحيه التانيه، اس اللي هي سكيل اكس نيجاتيف 1 عشان يبقى موجود. ممكن اعمل لها روتيت على طول بدل ما اقعد اتعب نفسي في كل واحد فيهم. فيبقى عندي حاجه بالمنظر ده اهي زي ما احنا شايفين. فدلوقتي بعد لما يبقى عندي الشكل ده، انا محتاج ابتدي افكر طيب الريج هيبقى عباره عن ايه؟ ايه الجسم الاساسي؟ انا عارف ان الجسم الاساسي هيبقى هنا، وعارف ان انا عايز ان الشكل ده يطلع منه بالمنظر ده. فاول حاجه هعمل الجسم الاساسي هيبقى سنجل بون، وهطلعها هنا كده فوق، وهخليها باينه ان فرونت نيجاتيف سوري روتيت نيجاتيف 1 عشان يبقى عندي حاجه مثلا بالمنظر ده، وابلاي للسكيل. ده الجسم الاساسي اللي انا عايز احرك بيه كل حاجه. بعد كده الغريبه بقى ان الجسم الاساسي ده مش هيطلع منه اي حاجه. انا هبتدي ان انا اعمل ايه، شيفت دي على طول مش اكسترود. ليه؟ عشان انا عارف ان الشكل ده مثلا عايزه يبدا يقعد يخش يطلع، ويعني كانه مسدس يعني بيطلع ويضرب كده يعني مع نفسه يعني. فانا هخليه هنا مثلا دلوقتي، وبعد كده هقوم جايب الشكل ده شيفت دي وروتيت 90 درجه. لا خليها 90 نيجاتيف 1 عشان تبقى ايه بالمنظر ده. وعادي لو الاثنين لامسين بعض بالشكل ده، مش ازمه خالص. البونز مش تفرق لو هي لامسه بعض بالشكل ده. وانا عايز ان الاوبجكت ده هو اللي يتحكم في السلندر والحته اللي فوق لما يجوا يطلعوا لفوق. يعني البون دي لما تيجي في بوز مود تطلع لفوق، الحته دي والحته اللي فوق دول اللي هي السلندر والغطاء يطلعوا لفوق بالمنظر ده. فانا بقى عندي دي مسؤول عن ده، والحته دي اللي مسؤول عنها البون ده. ومحتاج ان انا ابيرنت الاثنين دول لطبعا البون الاساسيه. فانا همسكها، وبعد كده ده كنترول بي كيب اوفست، همسك ده، همسك ده كنترول بي كيب اوفست. فالبون دي لما تتحرك كلهم ايه هيتحركوا معايا، حتى لو دول اتحركت لوحدها بس دي برضو تتحرك زي ما انا عايز. فيبقى عندي حاجه بالمنظر ده. هبتدي اعمل نفس الحاجه لكل واحد من الرجلين دول. هعمل هنا شيفت دي واخليها واصله لحد هنا، هنزلها تحت شويه، وبعد كده اكسترود تاني، اكسترود تاني عشان يبقى عندي حاجه ايه بالشكل ده.
وممكن ان انا اقوم دايس ال شيفت دي وروتيت شويه كده، يبقى عندي حاجه بالمنظر ده. شيفت دي ال عشان يبقى عندي حاجه بالمنظر ده كده، يبقى عندي حاجه ايه بالشكل ده. وممكن اقوم ماسك كل دول كده، شيفت دي روتيت 180 درجه زي ما انا عملت مع التانيين، واخليهم هنا، وكده بالظبط هيبقوا ايه مظبوطين زي ما انا عايز. فكل واحده من دول خلاص بتأدي وظيفه، انا بس محتاج اسميهم، محتاج ان انا اسمي كل دول. مهم جدا التسميه. همسك ده هسميه جن، همسك ده هسميه توب لاتش، همسك ده هسميه بودي، وده ليج. انا هسمي دي A B C، فليج A1 L اللي هي ايه ليفت. وهنا هسمي دي ليج A2 L، ليج A3 L، فدي 1 2 3. وهاجي هنا اعمل نفس الحاجه، بس دي هتبقى B1، دي هتبقى B2، ودي هتبقى B3L. نفس الحاجه هنا C1 C2 و C3. هعمل نفس الحاجة للناحية التانية، دي هتبقى ليج، احنا سميناها ازاي ليج A1L، يبقى دي ليج A1R، ودي ليج A2R، وهنا B1، هنا C1، هنا B2، وهنا B3R، C2R، واخر واحدة C3R. فانا دلوقتي لو شغلت كل الاسامي بتاعتها النيمز هيبان لي ايه المنظر ده زي ما احنا شايفين. طيب انا في حاجة زيادة هعملها قبل ما ابتدي اشتغل على الريج، والحاجة الزيادة دي هي الاتي. انا همسك كل طرف واحد من دول اهو، وهعمل ايه؟ هعمل اكسترود كل واحد من دول، اكسترود 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 كده. وهنتكلم ليه دلوقتي في حاجه زي كده، عشان انا عايز استخدم كل واحد من دول ان انا اتحكم بالرجل كامله. مش محتاج ان انا اتحكم بكل دول، لا انا هستخدم دول ان انا اتحكم بالرجل كامله. فانا هسمي دي هنا كده ايه، ممكن اسميها leg A move، leg B move، سوري، leg C move. ممكن دي خليها L بس عشان نسيت ازود ال L. ونفس الموضوع في الناحية التانية، بس دي انا هعملها R بس هنا B، وهنا R C. وهبتدي قبل ما انا اشتغل على ان انا اربط الروبوت بالرج، ان انا اشوف انا ممكن احرك ازاي الرج كلها بحته صغيره كده. انا عارف ان انا دلوقتي لما اجي احرك بوز مود وحركت دي كلهم هيتحركوا بالمنظر ده، بس العنكبوت مش بيتحرك كده. اللي بيحصل بالظبط ان انا المفروض لما احرك دي دول يثبتوا مكانهم، كأن الجسم نزل لتحت ورجليه الستة كل واحد فيهم واقفين في مكان، ثابتين في مكانهم. فده اللي انا عايز اعمله. فاعمل حاجة زي كده ازاي؟ ونركز قوي. همسك ده Alt P وكلير بيرنت، اخليه لوحده، وهمسك اخر حتة، وبعد كده امسك البون اللي انا لسه عامل لها كلير بيرنت، كنترول بي وكيب اوفست. وبعد كده هعمل حاجه بقى ودي نركز فيها جدا، دي حاجه جديده. هخش على بوز مود، همسك البون دي وانا دايس شيفت هدوس البون دي، كنترول شيفت سي
inverse kinematics. هي دي بروسيس محتاجين نحفظها بشكل او اخر يعني، بس اول ما نفهمها احنا ممكن نطبقها في حاجات كتير قوي. فيبقى عندي حاجه بالمنظر ده. اللي يحصل دلوقتي ان انا لو حركت دي، بصوا الشكل كله قاعد بيتحرك زي ما انا شايف. انا طبعا مش عايز الشكل كله يتحرك، انا عايز ان الدراع كله يتحرك، انا عايز ان انا اتحكم في الحته دي والحته دي بس. فاعمل كده ازاي؟ انا لما بعمل الريج بالطريقه دي اقدر ان انا اقول له خليني اتحكم في واحد اتنين بس من التشين. فاعمل كده ازاي؟ انا محتاج ان انا اخش على يعني البون دي اللي هي لونها بقى اصفر، اروح على constraints. سوري راحت فين؟ ممكن اخش على اهي، هروح هنا على بون constraints وهقول له التشين لينث اللي انت تتاثر بيها هي 2، اللي هي 1 2 1 2. فدلوقتي لما احرك ده انا بقيت بحرك الدراع كله بالمنظر ده، واخر بون دي اصلا بيرنتد بشكل طبيعي للبون دي، فاقدر ان انا اعمل حاجه زي كده اهي. ولما اجي احرك الشكل الاساسي مثلا اللي هو الحته دي، بصوا كل البونز التانية بتنزل لتحت على طول، بس البون دي ثابته في مكانها. فانا لو عملت كده فيهم كلهم، لو مثلا مسكت دي Alt P Clear Parent، همسك دي Parent اللي هي Control P Keep Offset، وبعد كده اخش Pose Mode، همسك دي لدي Control Shift C وانفيرس كينيماتكس واخلي التشين لينث 2 في كل واحده من دول. انا ممكن اعمل في واحده كمان هنا عشان بس ما اطولش عليكم برضو قوي. همسك دي مثلا كده Alt P Clear Parent، وبعد كده Control P Keep Offset، خش Pose Mode، همسك دي ودي Control Shift C Inverse Kinematics واخلي التشين لينث 2. فدلوقتي لما اجي احرك، ايوه اتفضل، في حد رافع ايده. معلش في أسفل مقاطعة. لا لا اتفضل اتفضل. بس لما أعمل كنترول شيفت سي امم أنا بعمل إيش بالظبط؟ انت بتدي من الاخر كوماند للحته دي ان هي تتبع الشكل ده. انت ما بقتش دلوقتي بتحرك الاوبجكت ده من هنا على طول، يعني بص انت ما تقدرش اصلا تحركه كالوكيشن. يعني هنا ممكن تحرك فيهم حاجات كالوكيشن، بس في حاجات ما ينفعش دلوقتي تحركها كالوكيشن. انت بتدي كوماند لدي ان انت تتبع دي حتى لو اتحركت بشكل تقليدي، ما بقاش مجرد ان هو بيتبعها يعني كان هو يتحرك على اساسها، لا انت اي كوماند دلوقتي حركه كلهم هيتحركوا معاها اهو. واقدر ان انا امسك البون دي اقول له، يعني انا مثلا لو عملت كده هنا برضه عشان نفس الفكره، همسك دي Alt P Clear Parent وهخلي دي Parent اللي دي Keep Offset، خش Pose Mode، همسك دي وبعد كده دي Control Shift C Inverse Kinematics. لو انا حركت دي دلوقتي كل الاوبجكت بيتحرك. انا اديت كوماند للحته دي واي حاجه مربوطه بيها ان ده هيحرككم كلكم، بس انا عايز اقول له لا، انا عايز ان جزء صغير من التشين هو اللي يتحكم بيه الحته دي عشان ما يبقاش في كونفليكت ما بين كل واحده من دول. يعني انا ما ينفعش حته قاعده تتحرك هنا والجسم الاساسي قاعد برضو بيحارب ان هو يحرك الاوبجكتس دي، فالاتنين دول بيحاربوا بعض. فانا هقول له انا عايز 2 بونز بس هم اللي مربوطين بالحته دي. فانا هدوس على دي، هروح هنا هقول له التشين لينث اللي انت عايزه قد ايه؟ 1 2 1 2 من البون الاساسيه اللي احنا بنحرك منها اللي هي دي. فبقى عندي حاجه بالمنظر ده. انا ممكن اعمل الاثنين التانيين برضو بما ان احنا وصلنا للمرحله دي. Alt P Control P Keep Offset، برضو نفس الحاجه هنا Alt P هنا Keep Offset، Push Pose Mode، Reverse Kinematics اخليها 2 ودي اللي دي Control Shift C خليها 2. فدلوقتي لما اجي احرك ده اللي هو الجسم الاساسي كل البونز هتتحرك زي ما انا عايز بالظبط، واقدر ان انا احرك كل رجل فيهم برضو بالطريقه اللي انا عايزها. فدلوقتي لما اجي ابتدي ابيرنت بقى كل من الاجزاء دي بنفسها، محتاج ان انا اقوم ماسك الشكل الاساسي. انا ههايد الارمتشر دلوقتي واخلي كل دول كده حتى بالحاجات اللي جوه جوينت كلهم بقى ايه اوبجكت واحد. وبعد كده هرجع الارمتشر وماسك الشكل ده، ماسك الارمتشر كنترول بي with empty groups. فبقى كل الجروبس اللي موجوده الفيرتكس جروب كل واحد فيهم بقى موجود هنا. فانا هبتدي امسك حته حته واشوف ايه اللي هيتاثر بيها. ايه الجسم الاساسي اللي هو الحته دي والحته دي، دول المفروض يتاثروا بايه؟ يتاثروا بالبودي، دي اول حاجه واجهتني. طيب اللي بعده الجن، ايه اللي يتاثر بالجن؟ الحته دي. هدوس ال
واختار الجن، ونبتدي نشوف ازاي حاجه زي كده اثرت عليها. انا لو مسكت البون دي وابتديت احركها مثلا كده اهي، الجن بيتحرك، البادي كله بيتحرك اهو زي ما انا عايز. طيب نكمل. همسك التوب لاتش، التوب لاتش اللي هي ايه؟ الحته دي اللي فوق والسلندر اللي جوه. فانا محتاج اختار السلندر، محتاج بس ايه اهي، وادوس اساين. فانا دلوقتي لو مسكت التوب لاتش دي وطلعتها لفوق هيعمل لي حاجه بالمنظر ده، والجن بيتحرك كده، فيبقى عندي حاجه ايه بالشكل ده. همسك بقى كل رجل منهم وايه، leg 1 A1 اهي، assign assign leg A2 leg B1. طبعا يستحسن ان انا انضف كل حاجه اخليهم يعني بالتبعيه صح، بس ايه نتصرف دلوقتي وخلاص. leg سوري leg B1 هنا انا عملت حاجه غلط متهيألي. leg B1 select لا تمام تمام. هاجي هنا assign، هنزل لتحت C1 assign assign C1R assign C2R assign B1R assign B2R assign A1 assign. وخلاص قربنا، هي بس كام ليج. دول مش هنعمل لهم اي اساين، هنسيبهم زي ما هم، اللي هو اي حاجه موف هنسيبها، مش محتاجين ان هي تديها حاجه عشان يتحكم في البونز التانية اللي هي مربوطه بالمش. فهمسك ليج سي 3 ار، هي فين اهي، assign leg A 3R assign، وهكذا. لا دي BR سوري، assign leg B 3L اهي assign، واخر واحدة assign. فدلوقتي نبتدي بقى نشوف لو في احنا عملنا حاجة غلط. لو انا حركت الجسم الاساسي في حاجات لسه مش بتتحرك معايا، اللي هي ايه دي هي ايه، تعالوا نشوف. leg B2L اهي assign، والمفروض دلوقتي يتحرك معايا عادي اهي. فدلوقتي اقدر ان انا ابتدي apparent او ان انا animate الاوبجكت بتاعي زي ما انا عايز. فبعمل كده ازاي؟ انا ممكن ان انا ابتدي امسك البونز اللي انا عايز احركها. يعني ايه مثلا؟ هاجي هنا مثلا ادوس على اللوكيشن، هنزل لتحت واحرك الاوبجكت ده شويه، يبقى مثلا حاجه كده يبقى مثلا عندي حاجه بالمنظر ده. مش بس ان انا احرك لوكيشن، اقدر ان انا احرك روتيشن كمان. يعني ايه؟ امسك مثلا الحته دي، ادوس اروح لحد هنا، اروتيت سنه مثلا واخليها كده، اروح لقدام شويه، اروتيت مثلا كده وادوس فيبقى مثلا عندي حاجه ايه بالمنظر ده كده. هخليها حوالي 100 فريم، انا مش محتاج اكتر من كده. ممكن اكرر كل دول كده، خليهم يتكرروا، مش ازمه. عندي حاجه بالمنظر ده. طبعا انا عندي كمان المسدس، فالمسدس اللي انا محتاج اعمله ان اخليه يطلع بس قدام وورا. فانا هخلي دي هنا كده، وهخلي دي هنا كده، وهمسك الاتنين دول اللي هي كي فريم قدام وكي فريم ورا، كنترول سي كنترول في كنترول سي كنترول في، فكأنه قاعد ايه اهو بيتحرك بالمنظر ده. وطبعا عندي اللاتش نفسها اللي انا ممكن اعمله، ادوس واروح لقدام شويه اخليها تطلع لفوق، كنترول سي كنترول في كنترول في، كأنها بتطلع لفوق وتحت زي ما احنا شايفين كده. اقدر ان انا طبعا امسك كل دراع من دول واحركهم بالباور لو انا عايز. فهدوس مثلا هنا على اللوكيشن، هطلع قدام شويه اخليها مثلا تبقى كده خلي دي مثلا تتحرك مثلا هنا كده، نتحرك قدام شويه وهكذا. اقدر ان انا اخلي دي مثلا، مش لازم يعملوا حاجه معينه يعني، احنا بس عايزين نستعرض احنا ممكن نعمل ايه بحاجه مثلا زي كده. دوس هنا نفس الحاجه فيبقى عندي مثلا حاجه زي كده، عشان مش مربوطين ببعض، ففي حاجات بتسابق كده. فده الفكره من ايه، من ان انا اريج حاجه. هي دي الفكره من ان انا امسك حاجه وابتدي اشوف انا ممكن استخدمها ازاي في ريجنج. الريجنج كوسيله طبعا متعبه اكتر او بتاخد وقت اطول من ان انا apparent object لاوبجكت او empty بempty.
بس في المقابل بيديني مساحة كبيرة جدا لما اجي اشتغل بشكل اكبر على حاجة complicated او حاجة فيها مثلا تحكم من خلال مثلا حاجة بسيطة زي ايه، دراع مثلا طالع كده او بون طالع زي كده. فالموضوع بيبقى لطيف ونقدر ان احنا نستخدمه بشكل كبير جدا لما نيجي نطبقه في التشالنج بتاعنا. يعني لما نيجي نبص على اي حاجة من دول غالبا هنستخدم ريجنج بشكل كبير. فكرة ان احنا نستخدم empty او ان انا بيرنت حاجة بحاجة مش هيبقى كفاية خالص. بس في حاجة أنا دايما محتاج أفكر فيها لما أجي أتعامل مع أي ريج، لما أجي أبني أصلا الروبوت بتاعي. الفكرة دي هي إن أنا ما ينفعش ما أفكرش في الجوينتس هتبقى عاملة إزاي. الجوينتس دي اللي هو مثلا تخيل إن أنا عندي روبوت مثلا طاير، دي الجسم بتاعه، وعندي مثلا إيه دراعاته مثلا اللي هي هتبقى طالعة منه كده، شيفت دي شيفت دي كده، وادي دراعات تانية، وهو هيبقى طاير. وعايز ابتدي افكر كل جزء منه هيتحرك ازاي. انا ما ينفعش ارمي البون كده في اي حتة وخلاص. يعني ايه؟ يعني انا لو انا ببص مثلا للدراع ده من فوق كده، اللي هو هيبقى مثلا غالبا مربع مثلا، حاجة مثلا زي كده، ده الدراع ده من فوق. انا حتى هرسمها عشان ما نتلخبطش. خلي ده ايه الحتة دي بس ايه توب فيو. انا ما ينفعش ارمي البون في اي مكان كده وخلاص، لا انا محتاج ان انا دايما افكر انا عايز اروتيت الدراع ده من فين. هل انا عايز اروتيت الدراع ده من نصه، يعني اخلي السنتر بتاعه هو اللي بيتحرك، يبقى ما ينفعش ارمي مثلا ايه الريج هنا او الريج هنا او الريج هنا او الريج هنا، او حتى في النص بس مش قوي. لا انا محتاج ان انا اخليه في نص الشكل. ده هيبقى ايه النقطة بتاعت الرجل. نفس الموضوع بالنسبة للبوزيشن بتاعه هنا. يعني لازم الرجل لو هو هيتحرك من، لو انت عايزه يتحرك من بدايته هنا، محتاج ان الراس اللي هيتحرك منها تبقى في النقطة دي نازلة لحد النقطة دي كده، او حتى نازلة لحد النقطة اللي بعدها لو انا عايزه يتحكم في بداية الاوبجكت التاني. ما ينفعش ارمي الريج في اي مكان كده وخلاص. نفس الموضوع بالنسبه لاي حاجه انا عايز الاوبجكت يتاثر بيها. يعني ايه؟ يعني انا مثلا انا مش بس بفكر ان انا عندي اوبجكت كده مربوط باوبجكت، لا انا عايز افكر ازاي ممكن استغل مثلا سفير زي كده زي ما عملنا دلوقتي، ان انا اقوم مطلع منها حاجه واخلي مثلا يعني كأن السفير اتقسمت نصين وطلع منها مثلا سلاح مثلا كأنه عام بيضرب بشكل او اخر يعني. فهبتدي لازم برضو افكر طيب انا عايز الدايره دي اهي تتقسم مثلا ايه بالنص. انا بس عايز اختارها، همسك مثلا الحته دي كنترول سي وديليت كنترول شيفت سي عشان يبقى عندي حاجه مثلا كده. فهبتدي افكر اللي هو انا عايز الحته دي تطلع بالمنظر ده. فازاي هخلي حاجه زي كده تبان من فوق؟ يعني من فوق حاجه زي كده هيبقى شكلها عامل كده اهي. دي التوب فيو بتاع مثلا حته زي كده. نفس الموضوع بالظبط، الريج لازم يبقى في نص الاوبجكت، والريج لازم يبدا من الحته ان الاوبجكت هيتحكم فيها. يعني هي مثلا هيبدا من هنا، لو انا مثلا عندي سيلندر طالع لحد فوق فخلاص هو هيبدأ من هنا ويوصل لحد هنا، خصوصا لو انا عايز اروتيت الاوبجكت يمين او شمال. فدي حاجة مهمة جدا جدا جدا، وما ينفعش ان انا ما افكرش. يعني في الاساينمنت ده بالذات محتاجين نفكر بطريقة تكنيكال شوية. يعني مش لازم الموضوع يحصل في الحقيقة، يعني مش لازم الروبوت بتاعي يبقى واقعي، بس محتاج افكر هو ازاي هخلي مثلا حاجة تطلع منه. هل هتبقى تفضل طايرة؟ يعني انا مثلا اخلي الحتة اللي طالعة دي تفضل طايرة. هل لو انا شلت مثلا السلندر اللي كانت طالعة دي، هل ده كان هيبقى مثلا منطقي؟ لو انا مسكت السلندر دي وعملت لها ديليت، هل هيبقى منطقي ان هو طاير كده؟ لا مش منطقي خالص. فمحتاج ان انا دايما افكر هو ازاي الاوبجكت ده هيشتغل، حتى لو الموضوع مش واقعي قوي بس لازم افكر فيها شويه. فدي حاجه مهمه جدا لما نيجي ايه نعمل الاوبجكت بتاعتنا. بالنسبه للاوبجكت نفسه انا بنصح جدا 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 ان الناس اللي هتشارك في الاساينمنت ده ان هم يجمعوا ريفرنسز. انا شخصيا في الاساينمنت ده يعني شغال عليه معاكم وبجمع ريفرنسز كتيره قوي وانا شغال، عشان الموضوع بيبقى احسن بكتير لو انا عندي كونسبت ارت لحاجات مشابهه اقدر ان انا استخدمها او استخدم مجموعه منها. يعني انا الرول بتاعي مزيج ما بين الحاجات دي بشكل او اخر، يعني مش واحد منهم، لا هي مزيج ما بينهم. فانا بنصح جدا ان احنا نستخدم ريفرنس كونسبت ارت لصور الروبوتس في الحقيقه. في روبوتس كتير عامه في الحقيقه شكلها لطيف يعني ممكن نستخدمها. وبرده مش لازم نفكر في الروبوت على انه حاجه
يعني بالمنظر ده بس، لا ممكن نفكر فيه على انه شخصية زي اللي احنا عاملينه هنا لو احنا عايزين. فدي بالنسبه لايه للاساينمنت اللي جاي. احنا اللي هيحصل بالظبط ايه، ان المره اللي جايه زي ما قلت لكم احنا لسه طبعا لسه قاعدين شويه عشان انا دايما بحب افتح مجال للاسئله في الاخر. بس المره اللي جايه انا هبتدي اموديل الروبوت قدامكم، وهنبتدي نشوف ازاي ممكن نعمل له ريجنج. انا دلوقتي حابب ان انا افتح مجال للاسئله اللي حابب يسال، ومجال طبعا لو حد عنده اسئله بره الاساينمنت ده، بره التشالنج ده، اسئله في العموم يعني. اتفضلوا يا شباب، اي اسئله او اي حد مش فاهم حاجه معينه، حد واقف في اي حاجه يقول. برضو اللي حد لسه جديد، الطريقه اللي احنا بنسال بيها او وقفني على طول، انت بس تدوس على الزرار ده وهتلاقيني وقفت. اسال السؤال اللي انت عايزه وهكذا. بشوي، ازيك يا بشوي؟ عامل ايه؟ ازيك يا يوسف؟ ايه الاخبار؟ كله تمام، كله انت تمام عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله والله انا مبسوط قوي ان احنا عددنا حلو النهارده، مبسوط جدا. اه، وانا كمان انا مبسوط ان انا ابتديت ارجع تاني. طب كويس والله، كويس 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 قوي. كويس. والله آم، استفدنا كتير، يعطيك الف عافيه والله. بشكرك جدا والله، بشكرك. انا دايما بستمتع بايام التلات دي، بتبقى يوم لطيف كده ولذيذ، ويعني بندردش كده مع بعض يعني. ف ببسط قوي بيه يعني. حد في حاجة مش فاهمها، حتى لو حاجة بسيطة، حتى لو حاجة شايفينه سؤال مش ملوش علاقة بالموضوع، أي أسئلة يا شباب؟ انا ممكن اسال. أكيد أكيد، يا ريت، أنا عايز كده نسأل ال ندردش ال وهكذا. الروبوتات اللي انت كنت عاملها في الاول اللي هي نزلت، اللي هي شبه البشر قوي اكتر، اه. هل بتتبع نفس التكنيك يعني مثلا، ولا انت يعني مثلا هل بتموديل حتى الشكل، ولا بتجيب حاجات من على النت وبتقطعها؟ فاهم قصدك. في طريقتين عامة. الطريقة الأولى أنا ممكن برضو عشان أوريكو أوريكو الفكرة. أنت قصدك دول مش كده؟ اللي اه، هم اه، دول، أوكي. دي الفكرة من كده. أنت عندك حلين. حل رقم واحد هو إن أنت تجيب أصلا موديل لبني آدم. أوكي، أي موديل لأي شخص. الموديل ده ممكن يبقى 3D او انت ممكن تعمله سكالبتنج. يعني انا الموديل ده كنت عملت له يعني كنت جبته اونلاين وعملت له سكالبتنج خفيف. بعد كده بقيت لما اتعلمت سكالبتنج ابتديت بقى ان انا اعمل انا الشكل بنفسي. بعد لما تعمل كده، انت كل اللي انت محتاج تعمله، تخيل ان انت عندك مثلا ايه، انا هخلي ده كده على جنب. تخيل ان انت عندك الشخصيه نفسها ادي ايه طبعا هي مش كده خالص، بس انا هعملها بشكل عبيط كده دلوقتي. فانت عندك الوش، عندك الجسم، وعندك كل الاشكال دي، وهو بشكل اورجانيك وشكل طبيعي. انت اللي هتعمله انك هتبتدي تقسم الشكل حتت منه. يعني ايه؟ يعني انت مثلا هنا مثلا ممكن تاخد الجزء ده من الوش، مثلا تختار تسلكت الفيسز اللي فيه، وتقوم خليه تلوس، يعني من الاخر تخلي ان الادج اللي حواليه ده تشيله، ادج خفيف قوي، اعمل له بافل وشيله. فكأن بقى في مسافة ما بين الحتة دي والحتة دي. وتعمل كده في كل جزء من يعني من الشخص. انا عملت كده في الوش، بقيت الجسم اللي عامله. يعني الجسم ده محتاج موديلنج كتير، يعني انت محتاج تقعد تموديل كل حته فيه. تستخدم بقى ان انت يبقى عندك بيز موديل وتموديل عليه الحاجات. بس معظم الوقت يستحسن ان انت يبقى عندك بيز موديل تستخدمه بشكل او اخر يعني. بس بعد لما تبتدي تشيل حتت من الوشوش، تقدر ان انت ايه تانيميت بقى، لو انت عايز تحركهم يمين تحركهم شمال براحتك، تدي كل واحد فيهم ايه الماتيريال بتاعته. وفي نفس الوقت بولينز بتفرق كتير جدا في حاجه زي كده. يعني بص هتلاقي ان في بولينز هنا، بولينز هنا، في بولينز كتير قوي. دي حاجات استخدمتها ايه وانا شغال. بس كل الفرق الوحيد ما بين حاجه زي كده، مثلا الوش ده مثلا وش بني ادم، ان هو ماتيريال مختلفه ومتقسم تقسيمه خفيفه، ان انا بشيل مثلا ايه عدد من الفيسز حوالين الحته دي عشان يبقى في سيبريشن ما بين الجزء ده والجزء ده. احنا عامة ممكن في يوم كده، الموضوع مش صعب قوي عامة، يعني زي ما انت ممكن تبقى فاكره. ممكن يوم عامة نعمل اساينمنت ليه علاقة بحاجة زي كده، عشان انا في فترة عايزة نعمل فيها زي شورت فيلم كده خفيف، يعني اساينمنت، بس ده هيبقى اساينمنت طويل شوية او تحدي طويل شوية. يبقى زي شورت فيلم كده 10 ثواني 15 ثانية، عشان انا بستمتع قوي بالحاجات دي. فممكن ننكلود حاجة زي كده فيه يعني. فبس كده. ايه كمان؟ اسئلة يا شباب. سيرس اتفضل.
يعطيك العافية اهلا ويسعد بيك، مساكم عامل ايه؟ جميعا. الله يسعدك حبيبي. بدي أسأل، أنا عندي جهاز امم ماك امم وبدي أشتري بي سي، لأنه عم بشوف يعني عن البروجكتس البسيطة اللي عم بشتغلها بالكورس اللي حاليا عم بحضره. بطيء عم معاك. بطفي وعم بلاقي كثير، والريندرنج امم بقعد 100 سنة. فحاب أعرف إذا في عندك أي recommendations يعني أشياء معينة ممكن امم أركز عليها لما أشتري البي سي. اكتر ثلاث حاجات طبعا محتاج تركز عليهم هما السي بي يو. انا شخصيا مش بفهم قوي في سي بي يو، بس ممكن حد تاني يعني يساعد. بس بالنسبة للرامات يستحسن ان انت 16 فيما فوق. لو انت عندك 32 يبقى كويس جدا، لو 64 يبقى كويس جدا. طبعا كله بيعتمد على البادجت اللي عندك. بالنسبة لكارت الشاشة دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، من اهم الحاجات. لو انت عندك بادجت مثلا لحاجة زي 40 ار تي اكس 4070، انا هكتبها لك هنا، ار تي اكس 4070 او ار تي اكس حتى 4060 يبقى كويس جدا. فيما فوق طبعا يعني. طبعا ممكن اقل من كده يعني. انا اصلا معظم حياتي ك 3 دي ارتست كانت بحاجات اقل من كده بكتير، وكنت شغال عادي. بس هو الموضوع كان احيانا اضطريت ان انا اخد شورت كاتس كتيره يعني. بس لو انت عندك بادجت تبقى حاجه زي كده يبقى حلو جدا. بشوي اتفضل. آه، انا مش عارف مين اللي سأل، بس لو هو محتاج مساعدة ممكن يبعتلي على الديسكورد، وانا اساعده في القصة دي، انا عارف فيها كويس يعني. سارس معاك بشوي، بشوي ممكن يساعدك كويس. شكرا كثير. تمام تمام. تمام، شكرا اوكي. كثير. انت الهاندل بتاعك على ديسكورد ايه يا بشوي؟ كان ايه؟ ممكن اكتبه. بيشو 7. بيشو 7. اوكي. استنى اكتبه. اه لو تكتبه هنا برضه عشان يتواصل معاك سيرس. حماده، ازيك يا حماده؟ ازيك يا يوسف؟ ايه عامل الاخبار؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله والله كله تمام. انت كله الحمد تمام؟ لله كله جميل والله، الحمد لله كله جميل. انا عندي كام سؤال معلش. اكيد طبعا اتفضل. هو انا بشوف ناس بيعملوا ليميت للرج، يعني مثلا ايه الروتيشن مثلا، constraints. اه يعني ادور عليها بالكونسترينز. تمام اه ماشي. بس لا يعني انا عايزك ما تعملهاش دلوقتي. السيشن الجاي انا كنت هتكلم عن constraints بشكل كبير، فهنتكلم عليها يعني، ما تقلقش خالص. هي ده تمام يعني اللي حماده بيتكلم عليه يا شباب. هي ان انا لما نيجي مثلا تعالوا فكروا في الدراع مثلا بتاع البني ادم. انت لو انت هتعمل مثلا رج لدراع مثلا، حاجه مثلا عامله كده. انا الدراع بتاع اي بني ادم ليه ليميت لقد ايه هو ممكن يتني او يروتيت حوالين نفسه. هي دي الكونسترينتس، ودي حاجه هنتكلم فيها ان شاء الله المره اللي جايه لما نيجي نموديل بقى الروبوت بشكل كبير يعني. تمام ايه باذن السؤال الله. التاني؟ قول لي يا حماده. اه الفيزيكس بقى امم انا ضعيف جدا في الفيزيكس بصراحه، يعني زي ايه مثلا مثلا؟ بص، هو في حاجات مثلا انا مش عارف ممكن ازاي اعملها. مثلا لو في مثلا واير او حاجه، امم والواير ده مثلا عايزه يتاثر بالحركه. يعني مثلا اوكي. دلوقتي انا هرج الروبوت تمام، امم ومثلا في واير متوصل بالراس، وواير متوصل بالبودي. فمع امم الحركه، هل ممكن الواير ده اللي هو مثلا عارف انت الحركه اللي هي بتاعت يمين وشمال كده، او مع الدب مثلا مع الحركه، هل ده ايوه وارد؟ فاهم قصدك، فاهم قصدك. ممكن طبعا. في ادون اصلا لطيفه انا ممكن ابعتها لك، بتسهل الموضوع بشكل كبير قوي يعني. قبل كده كنا بنقعد نرج ونعمل ويت بينت لحاجات معينه. بس في ادون لذيذه قوي انا لسه اصلا مكتشفها من قريب يعني. انا كنت قبل كده بتعب شويه في ان انا اعمل حاجه زي كده عشان كانت بتاخد وقت. بس الادون اللذيذ فيها ان هو مثلا لو انت عندك مثلا اوبجكت، والاوبجكت ده مربوط بيه كذا مثلا كيرف، فاللي هو بيعمله ان انت خلاص انت عملت مثلا الريج بتاع كل دول. فانت بتقول له خلي ان الاوبجكت ده لما يجي يتحرك دول يتبعوه زي الاسلاك كده، كانها حاجه ايه، هايشه طايره كده. فهي تمام ادون جميله جدا. انا بس محتاج افتكر اسمها عشان هي على اللابتوب، او هبعتها لك على طول بعد السيشن يعني. بس هي ماشي فعلا ادون مفيده جدا 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 لاي حد مهتم ان هو يعني يزق شويه في موضوع الريجنج يعني. لا حلو. هو برضو كان في اوتو ريج تقريبا للعربيات، صح؟ في عشان حاسس انا اوتو الصراحه ما استخدمتش اوتو رجل عربيات قبل كده، بس في حاجه اسمها ريجيفاي. ريجيفاي دي بتسهل الموضوع لو انت مهتم انك تريج بني ادمين يعني. متهيألي بنشغلها هنا edit preferences. انا مشغلها متهيألي ريجيفاي. ريجيفاي بتعمل لنا حاجه لذيذه قوي، ان انا مثلا لو عندي بني ادم بشكل او اخر اقدر ان انا مثلا اقوم جاي هنا
ارمتشر ريجيفاي اقول هيومن، وبيعمل لي ريج بني ادم على طول. مش محتاج ان انا اقعد اتعب نفسي في ان انا اعملها حته حته. وبعد تمام. كده اقدر ان انا اقوم جايب البني ادم واريج بقى البني ادم على الشكل ده. في حاجه اوتو ريج، ان انا اقدر اريج على طول الشخص من غير ما اقعد اتعب نفسي. بس انا الصراحه يعني في الاول يعني انا بفضل جدا 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 نتجنب كل الحاجات اللي ليها علاقه باوتو ريج، خصوصا لحاجات مثلا لو انت عايز تريج روبوت او تريج بني ادم وكده. ليه؟ عشان انك تتعلم ازاي تريج صح حتى لو حاجات بسيطه، دي حاجه مهمه جدا. طبعا. والحاجات اللي زي كده الادونز دي، يعني في ادونز انا يعني حتى انا فاكر كويس قوي لما كنت بدات كنت بعتمد على ادونز عشان يعمل لي حاجات معينه. ومع الوقت الديفلوبر بتاع الادون بطل يطلع فيرجنز جديده. مع كل فيرجن جديده من بلندر الادون ما بقتش كومباتبل، والديفلوبر اللي عامل الادون ما بقاش اصلا يعني بيعمل بيها حاجه، ما كانش بيديفلوب. فتلاقي توصل مثلا لفيرجن 3.9 3.8 4 والادون مش شغال، فانت تضطر ان انت ترجع وتعمل حاجه بايدك. فانك تبقى عارف احسن بكتير من انك تبتدي تعمل حاجات زي اوتو ريجنج. هيسهل عليك الدنيا كتير قوي قدام. حتى لو انت اتعلمت وابتديت تستخدم اوتو ريج، بس اتعلم ازاي تستخدمه. تمام، اوكي، شكرا فاهم يا قصدي؟ يوسف. علي بس يا أه. حماد، علي. اسامه اتفضل. حبيبي يا شكيفة. ايه الاخبار؟ أهلا راسي والله. معلش إذا هسأل سؤال عبيط شوية لا صراحة. لا ما تقولش كده خالص. حبيبي. مش عارف صراحة الفرق بالظبط بين هو سؤال بعيد شوية عن الريجنج يعني. لا لا قول. احنا النهارده يعني بص يوم الثلاث ده لاي حاجه مش بس الحاجه اللي احنا بنتكلم فيها. اتفضل. ماشي. مش عارف الفرق بالظبط صراحة بين الجيومتري نود والشيدنج والكومبوزيتنج. اوكي. شيدنج هو بكل بساطه للتكشنج. لو انا هتكشر اي حاجه بستخدم ايه؟ الشيدنج. فبعمل ايه؟ باجي هنا تحت واقول له ايه؟ شيدر اديتور. فاقدر ان انا ادي قدر رفنس ميتاليك للاوبجكت بتاعي من خلال الشيدر. يعني ماتيريال بشكل عام. ماتيريال بالظبط. بالظبط حلو. تكشر ماتيريال اي حاجه. جيومتري نودز ليه علاقه اكتر ببارتيكلز. لو انا عايز اعمل بارتيكلز معينه على الاوبجكت فانا باجي هنا جيومتري نودز وبعمل اللي انا عايزه عليه. انا لسه ما اديتكوش حاجه على جيومتري نودز، بس انا هيبقى فيه ان شاء الله واحد من الاساينمنتس، واحد من التحديات بتاعتنا مبني على جيومتري نودز، فهنتكلم عليه بشكل كبير ان شاء الله. جيومتري نودز من الحاجات الصعبه شويه، مجرد ان هي بس فيها حساب كتير. بس الجيومتري نودز بنستخدمها لو انا عايز اعمل سيميوليشنز او بارتيكلز بشكل اقدر اتحكم بيه بشكل كبير. جوه بلندر او في الكورس لو انتوا فاكرين احنا اتكلمنا على مثلا بارتيكل سيستم، ازاي نعمل زرع مثلا او ازاي اعمل مطر. فدي حاجه اتكلمنا عليها. بس حاجات دي انت برضو التحكم بيها مش قوي قوي زي جيومتري نودز. فجيومتري نودز بيسهل الموضوع، وغير كده كمان اقدر ان انا استخدم حاجات مختلفة في جيومتري نودز عشان اعمل حاجة واحدة. يعني ايه؟ يعني تخيل مثلا ان انا عايز اعمل مثلا ايه زي ما عملنا في الكورس. عايز مثلا عندي ارض، عايز الارض دي تتحول تبقى زي حاجة يعني زي جبال او زي كليفس او زي ارض رمليه طبيعيه. فانا بستخدم ايه؟ بستخدم ديسبليس موديفاير، بستخدم سب ديفايد. وبعد كده عايز الارض دي يبقى فيها زرع، فانا باجي هنا امسك الارض واقوم اعمل بارتيكل سيستم واعمل زرع كده صغير وابتدي ايه انطوره بشكل او اخر. فانا بستخدم كذا موديفاير، بستخدم بارتيكل سيستم، بستخدم حاجات كتير قوي عشان اوصل لنفس الحاجه. وفي نفس الوقت عشان اديت، الاديتنج بياخد وقت كبير، ولو عايز انيميت هياخد وقت كبير. كل ده اقدر اعمله في جيومتري نودز في وقت اقصر بكتير، واقدر اعمل له انيميشن في وقت اقصر بكتير. هي دي الفكره من جيومتري نودز، ان هو بيسهل عليا حاجات كتير قوي قوي قوي، خصوصا لو انا بفكر ان انا انيميت او اعمل سيميوليشنز، او حتى ان انا مش لازم انيميت، ان انا اعمل حاجات ديتيلد بطريقه يعني متكرره على بلندر. بالنسبه للكومبوزيتنج، انت لو بتشتغل مثلا في حاجات ليها علاقه بفي اكس او موشن تراكنج تقدر انت تستخدم كومبوزيتنج. انا شخصيا مش بستخدم كومبوزيتنج خالص، يعني من الناس اللي بستخدم دايما بروح على افتر افكتس او بريمير، ما بستخدموش جوه بلندر. مش بحب قوي الكومبوزيتور بتاع بلندر الصراحه. بس لو انت مثلا عايز تركب صور ورا، عايز سيبريت صور، عايز تاديت الكالر جريدنج مثلا بتاع صوره، عايز تستخدم في اف اكس وموشن تراكنج انك تاديت مثلا الصوره عن الاوبجكت، كل الكلام ده ممكن تعمل. يعني هو الكومبوزيتنج بشكل عام هو بس للصور مو للانيميشن.
لا بنستخدمه ممكن برضو يعني بص، انت دلوقتي لو طلعت انيميشن على بلندر، اوكي، الانيميشن ده انت ممكن ان انت تكالر جريد اصلا في الكومبوزيتور، تقدر انت تسيبريت لايرز في الكومبوزيتور وتكسبورت كل لاير لوحدها. فبس هي دي الفكره منه يعني. فهمت عليك. كمان شغله بس عفوا. اكيد طبعا اكيد. انا لما افوت على جيومتري نودز الاوبجكت تكست، وصراحه في شاب الله يجزاه الخير اعطاني الحل. مم. بس اه الاوبجكت بيختفي. لما افوت يعني على انا جيت الجيومتري نودز. مثلا ايه، عملت كيوب هنا ورحت جيومتري نودز دوست نيو، ايه اللي بيحصل؟ لا، انا بروح على الجيومتري نودز الاوبجكت تكست من الفيو بورت. لما بتيجي هنا بيختفي. نعم. اوكي، لو بيختفي هل بتشيل النود دي؟ هل بتشيل ده بيحصل مش كده؟ لا، هو انا ما بكونش عامل نيو اصلا. ما تبقاش عامل نيو، امال بيبقى عامل ايه؟ يعني انا مثلا انت حاليا بالفيو بورت، اهو. طلعت فوق كبست على الجيومتري نود. جيت هنا يعني، اوكي، وبعدين الاوبجكت تكست. الاوبجكت بيختفي. يعني انا عندي اوبجكت اهو ورحت على جيومتري نودز اهو، ما اختفاش، ايه اللي بيحصل؟ ممكن تصور لي ايه اللي بيحصل بالظبط عشان ابقى فاهم برضو؟ تمام. تمام. هضغط على الديسك. لو الاوبجكت بيختفي، انت الفكره من جيومتري نودز هو الاتي، هو ان انا لما يبقى عندي المنيو اللي تحت دي، لو انتوا فاكرين في الشيدر اديتور لما نيجي نعمل مثلا تكشر، اللي بيحصل هو الاتي، انا هخليها حتى على الجنب دلوقتي. اللي بيحصل هو الاتي، انا عندي ماتيريال اوتبوت اللي هو بيعمل لي التكشر نفسه. انا حتى ممكن افتح كده ايه سايكلز ونبص على الماتيريال دي، عشان جيومتري نودز والماتيريال اوتبوت او الشيدر اديتور معتمدين على السيستم بتاع النودز. فعشان نفهم موضوع النودز ده محتاجين نفهم اهم حاجه فيه، وهي الاوتبوت. يعني انا بص هنا في الشيدر ده بتاع التكشر اوتبوت، وهنا في جيومتري نودز عندي اوتبوت. لو في اوبجكت مش متوصل باوتبوت، لو الاوتبوت مش متوصل له اي حاجه، اللي هيحصل انا هنا مثلا عندي لون، لو شلت هيعمل لي المنظر ده، سواد تام. نفس الموضوع بالنسبه هنا، بس بدل ما يخلي ان التكشر يتشال، هو الاوبجكت كله متشال، مفيش اوبجكت اصلا، عشان انت الانبوت بتاعك اللي هو المربع ده متوصل بالجروب اوتبوت ده اللي هو هيطلع لك الحاجه النهائيه. لما تشيله مفيش اوبجكت هيبان، مفيش. وكتير قوي بنعمل الحركه دي عامه عشان نقدر نعمل الاوبجكت بتاعنا هنا على طول جوه الايه جيومتري نودز. اقدر ان انا يعني جيومتري نودز من الحاجات الممتعه جدا جدا جدا. انا يعني هيبقى فيه ان شاء الله سيشن كبيره عليها يعني، ما تقلقوش. بس الفكره من خلال الحاجه دي اقدر ان انا اعمل مثلا حاجه بالمنظر ده. فبس هي دي الفكره من الاتنين. لو غالبا الاوبجكت بتاعك مش باين او بيتشال، غالبا عشان مفيش حاجه متوصله للجروب اوتبوت، فمفيش حاجه باينه. نفس الموضوع بالنسبه للتكشر، لو مفيش حاجه متوصله للماتيريال اوتبوت مفيش تكشر هيبان، هيبقى بالاسود كده. غالبا ده السبب. بس برضه ابعت لي سكرين شوت نبص عليها، يمكن يبقى حاجه تانية. خلاص هرجع اشوف ان شاء الله وبرد لك طبعا. ان شاء الله ان شاء الله. مين هيشارك في الاساينمنت ده يا شباب؟ حد عنده وقت يشارك، ولا حابين تأجلوا الاساينمنت اللي جاي؟ علاء او ازيك يا حماده، يوسف، عامل ايه؟ ايه الاخبار يا علاء؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه الدنيا تمام؟ الحمد لله والله الحمد لله. انا تمام. انا هشارك. انا اصلا اشتغلت وعملت 2 روبوت. طب حلو قوي، حلو جدا حلو جدا. فاكرك كانت تشتغل النهارده، بس كويس عشان ارجع اعيد عليهم يعني. كويس جدا كويس جدا، حلو جدا. متحمس جدا اشوف. حماده برضه هتشارك اه، باذن الله باذن الله باذن معاك. الله ان شاء الله. متحمس جدا يا شباب، متحمس جدا جدا ان شاء الله. سواء اي حد برضه شباب، عشان في العموم تبقوا عارفين انا بحب جدا الناس تيجي حتى لو مش هتشارك. ما تحسسوش ان انتوا يعني، عشان في ناس قالت لي انا نفسنا نيجي بس انا مش عايز اشارك في الاساينمنت، او يعني مش عايزه يعني ابقى موجود ومش بعمل حاجه. انا عايز اصلا يعني حتى لو 90% منكم مش هيشاركوا، انا برضه هعمل الحاجات ما تقلقوش. حتى لو 100% هعمل برضه قدامكم عادي جدا الحاجات. فانا حابب ان انتوا تيجوا وتتفرجوا. انا عارف الناس وراها حاجات، وانا عارف الناس وراها مشاغل وشغل وان انتوا لسه وفي ناس لسه في بدايه الكورس، انا فاهم برضو، فممكن الموضوع يبقى بالنسبه لها ادفانسد شويه.
بس انا حابب قوي ان انتوا تيجوا، حتى لو هي حاجه. يعني انا حاجه كنت قلت لكم عليها قبل كده في سيشن، انا مثلا من الحاجات اللي بعملها مثلا وانا بتعلم سوفت وير، ان انا ببص على ناس ادفانسد قوي وما بقاش فاهم قوي لسه هما بيعملوا ايه حتى وانا بتعلم، بس بلقط حاجه او اتنين تقدر تساعدني بشكل كبير وانا بتعلم حاجات اساسيه. فلو انت في اول الكورس، في نص الكورس، في اخر الكورس، يا ريت تبقى موجود. هتشارك في الاساينمنت مش هتشارك في الاساينمنت، يا ريت تبقى موجود. في حد بيسأل السلام عليكم. وعليكم السلام. كورس جرين ان شاء الله هينزل في شهر 11. هيبقى زي اللي بندرسه حاليا، هيبقى فيه حاجات كتير قريبه من اللي بندرسه حاليا، بس هيبقى فيه حاجات زياده بشكل كبير. هيبقى متسجل ومتقسم زي اللي حاليا بندرسه. هو كده ولا كده. الكورس هيبقى مسجل ان شاء الله، اللي هو كورس الانيميشن. بس احنا كجروب هيبقى يعني دايما يوم الثلاث ده مكمل معانا، ويوم الثلاث ده دايما موجود. وكل فترة هنعمل فيها تحدي. التحديات ممكن يبقى ليها علاقة بالكورس المسجل اللي احنا بنعمله، احيانا ممكن يبقى ليها علاقة بحاجة تانية خالص. هنبقى يعني انا حابب ان انا من خلال ايام التلات دي او التحديات دي ان انا اعرضكم يعني حاجات كتيرة، assignments مختلفة ممكن تواجهنا ك 3 دي artists، سواء اتعلمناها في الكورس المسجل او ما اتعلمناهاش. زي ما قلت لكم انا دايما بحب ان انا يبقى عندي الطريقة بتاعت ايه، ان انا في الاول خالص بقعد اتعلم من خلال توتوريال واطلع برودكت. بعد لما اخلص يعني اعتبروا دي اللي هي يعني اتعلم يعني من خلال توتوريال او كورس واطلع برودكت، ده اللي هو الكورس ال 18 ساعه بتاعنا. اي كورس على اليوتيوب، كورس جبتوه في العموم، اللي هو بتتعلم وبتطلع منتج. مهم جدا انك تمشي ورا حد في الاول. بعد كده ايام التلات هي ان احنا بقى نعمل العكس، ان يبقى في ديزاين بريف وانت اللي تفكر في المنتج شكله هيبقى عامل ازاي. فانا بالنسبه لي حاجه زي كده مهمه جدا ان احنا نمشي ايدينا، يعني دي حاجه بتساعد بشكل كبير. فيوم الثلاث دايما هيفضل مكمل. دايما احيانا هتلاقونا بنشتغل على حاجات ليها علاقه في اف اكس وسي جي اي، احيانا على ريجنج، احيانا على انفايرمنتس، احيانا على انيميشن. قدام شويه هنبتدي نشتغل على كاركترز، جيومتري نودز، وهكذا. هل لازم اكون بخلص الكورس القديم؟ انا بنصح الصراحه، انا بنصح عشان الكورس الانيميشن الجديد اللي هينزل مش هيبقى للمبتدئين. وبرضو عشان تبقوا عارفين، عشان يعني احنا في الديسكورد زي ما قلت لكم دايما بيبقى فيه مميزات ليكوا اكبر. الكورس هيبقى ليكوا بتخفيض كبير جدا يعني ان شاء الله، عشان انتوا اصلا موجودين على الجروب يعني، فانتوا يعني دي افضليه لاي حد جوه الديسكورد جروب يعني ان شاء الله. بس كده. اي اسئله يا شباب؟ اي اسئله في العموم؟ حد واقف في اي حاجه؟ حد محتاج مساعده في حاجه يعني بره ريجنج او بره اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي؟ يا ريت يقول على طول، يعني حتى لو مش دلوقتي. يعني لو حد مثلا افتكر حاجه بعدين وحابب يقول لي، كلموني على طول. اعذروني يعني الاسبوع اللي فات بس كان عندي ظرف فما عرفتش يوم التلات. بس احنا يوم التلات زي ما احنا بعد كده ان شاء الله. تمام بإذن الله بإذن ان الله. شاء شكرا الله. جدا ليك يا علي يوسف. بس يا علاء، علي بس. وكالعاده بتبسط دايما بالسيشنز بتاعتنا. قبل ما نقفل، اي اسئله يا شباب؟ براء اتفضل. هو في الاساينمنت اللي فات مم. كنت قايل ان احنا اسمه ده انت عايزنا يعني نرفع الاساينمنت على سي جي تريدر. مظبوط. هو انت في السيشن اللي فات اتكلمت عن ده ما ولا اتكلمتش عليه عشان متهيألي في كلام الاخر الموضوع؟ للاسف محدش كان خلصه قوي. بس لو ماشي. حابين نتكلم في الموضوع ممكن، اكيد طبعا ممكن السيشن اللي جايه نتكلم فيها. يعني هو الطريقه بسيطه جدا عامه على سي جي تريدر، بطريقه بسيطه جدا جدا. عشان انا قربت اخلصه، يعني لما اخلصه الاول ابعت لحضرتك الفايل الاول اكيد. تعال الموضوع ده نقعد نعدله عامه ونشتغل عليه مع بعض، هو وتعالى كده كده النتيجة برضو مش مرضية بالنسبة لي قوي، فهحتاج حضرتك طبعا تعدل بص عليها. هنعدل عليها ومعظم الوقت التظبيطات يا براء اللي بتخلي حاجة شكلها حلو تظبيطات بسيطة قوي. فان شاء الله يعني مجهودك هيبان، وان شاء الله ننزله على سي جي تريدر. وعايزك حتى لو محدش اشتراه او محدش استخدمه، هي مجرد بداية. يعني ممكن مثلا اول موديل محدش أكيد. يشتريه، تاني موديل ممكن كذا حد، تالت او خامس او عاشر موديل تلاقي ان عدد كبير من الناس مستني ان انت تنزل موديلز عشان ايه؟ الناس تشتريها. فاهم قصدي؟ كده لينا قعدة كلام ان في شاء الله. السيشن مع سي جي تريدر ان شاء الله. كده. ان شاء الله. تمام ماشي، شكرا. باذن الله. حماده اتفضل. انا باذن الله برضو شغال عليه، اللي هو الاساينمنت قبل هايل الاخير. هايل. يعني بعمل حاجه برضو كيت باشنج كده يعني كويسه، باذن الله تعجبك برضو. ان شاء الله يا حماده. طب ده جميل قوي.
جميل جدا. بالنسبه للسيشن اللي جايه ان شاء الله يوم الثلاث، هيبقى نصها زي النهارده كده انا بشرح حاجه، بس نصها بقى التاني انا حابب ان انتوا تبتدوا تنزلوا فايلات الاساينمنت ونبص عليها وندي فيدباك وهكذا يعني. وزي ما قلت لكم سواء يعني هتشارك في الاساينمنت او لا، يعني انتم مرحب بيكم في اي وقت يعني في يوم الثلاث ده. يعني عايز تيجي تقعد تتفرج بس وما تطلعش اي يعني ناتج، ما فيش اي مانع خالص، بالعكس هي كده او كده هتستفاد ان شاء الله يعني. حتى لو حد حابب يشتغل مع نفسه من غير ما يورينا برضو عادي جدا، وممكن يورينا في الاخر خالص يعني. فتاني بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله يوم الثلاث اللي جاي. لو في حد واقف في اي حاجه كلمني على الديسكورد على طول. تصبح على خير يا شباب، تمام جدا. وهنزل لكم التسجيل بكره الصبح ان شاء الله بإذن الله. باذن الله. بإذن الله. ماشي. مع الف سلامه، تصبح على خير يا شباب. السلام عليكم. وعليكم السلام.